تخيل لو كل شيء تعلمته بحياتك عن الكون، عن التاريخ وعن وجودك كله طلع كذب. لو اقول لك اكو 9 اسرار كونية، حكومات وديانات وحتى العلم السائد يخفون عنك، لانه المعرفة قوة وهم ما يريدون هالقوة تكون بيدك. بس اليوم راح تعرفون الحقيقة، استعدوا عالمكم راح يتغير للأبد. اليوم راح نغوص بأعماق أسرار الكون، أسرار اللي غيرت مسار تاريخ البشرية. بس اكو ناس ما رادوا هالشي يطلع للنور. ليش؟ لأن لو عرفت انت يعني كسرنا قفص الجهل. وهاي الأسرار يا جماعة الخير مو مجرد حكي جرايد، هاي علوم محرمة، علوم إذا عرفتها صدقني راح تباوع للدنيا بمنظور ثاني. خليني أكشف لكم 9 أسرار كونية اللي الحكومات والمؤسسات الدينية وحتى العلم الزائف مثل ما راح نسميه كلهم متفقين يضموها عنا. ليش؟ لأنه المعرفة قوة، هاي القوة لازم تبقى محتكرة بيد كم واحد. بس اليوم راح نكسر هالاحتكار وراح نشارككم هالرحلة ونكتشف الحقيقة. أول شي لازم تعرفه هو النقطة الصفر. تخيلوا وياي مو الانفجار العظيم، اكو شي قبل الانفجار، فراغ مطلق حيث الأبعاد كلها تنهار. يعني مو بس بداية الكون، هذا هو الأصل الحقيقي للواقع نفسه، شي ما يتخيل العقل. الأبحاث والعلوم القديمة تقول أنه التأمل العميق مع الرياضيات عالية التردد أو ما يسموها الهندسة المقدسة تقدر تخليك توصل لهالنقطة. بس اكو تحذير خطير، خطر عدم الاستقرار العقلي. يعني مو اي واحد يقدر يطب بهالعلم، يراد له نفس طويل ووعي عالي. هاي النقطة هي سر كل شيء، سر الخلق او سر الوجود، شي يخليك تفكر معقولة احنا عايشين بفقاعة وهمية. من بعد هاي النقطة بدأت تتوضح الصورة اكثر. عرفنا انه الهندسة الصحيحة هي المفتاح الفهم الابنية العملاقة مثل الاهرامات. معقولة الاهرامات انبنت بس بقوة البشر؟ العلم المحرم يكشف انه هاي الابنية استخدمت شيء اسمه مضاد الجاذبية ورفع الاحجار بالصوت. يعني علم متطور جدا كان موجود من زمان واختفى. سر هالشيء يبقى باهتزازات الكريستال او مبدأ تسلا 9.6.3. تخيل الاهرامات مو بس مقابر مثل ما علمونا، وهاي الاهرامات نفسها يا جماعة الخير هي محطات طاقة تستغل خطوط الطاقة الارضية والطاقة الكونية. مو بس بناء، محطة توليد طاقة حرة. يعني ممكن اي واحد من عندنا اذا عرف هالسر يسوي اهرامات صغيرة من النحاس او الالمنيوم ويستخلص طاقة حرة لبيته بدون فلوس وبدون قطع كهرباء. شي يسوي ثورة. تخيلوا لو هذا العلم انتشر ايش راح يصير بالشركات العملاقة؟ اكيد راح يخفوا. بعدها نوصل لشيء اغرب من الخيال، سيكلودية الماء. تتذكرون تجارب ماسارو ايموتو شلون الكلمات والطاقة تأثر بالماء؟ الماء مو بس H2O، لا، الماء هو كمبيوتر كوني سائل يسجل الطاقة ويسجل النية، يسجل الترددات. يعني تقدر تبرمج الماء بالنية مالتك، بالكلمات اللي ترددها. الينابيع المقدسة مو سحر، هذا علم. يعني اذا دعيت بتركيز على قلاص المي ممكن تتغير تركيبته، شي يخوف بنفس الوقت. وهنا نوصل للذروة، للسر الاعظم اللي يوقف شعرك. هذا الشيء اسمه علم رياضيات الفورتكس. قريتوا عن ماركو رودين. هاي يا جماعة الخير شفرة الكون، الارقام بيها الدور تصنع الواقع. يعني كل شيء نشوفه بحياتنا هو مجرد تجلي الارقام معينة بطريقة معينة. تخيل لو عرفت هاي الشفرة تقدر تسوي اي شيء بالكون. تقدر تستخدم حلقات التخليق 9.6.3 ترسم الشكل الحلزوني او تستفاد. بس شنو تستفاد بالضبط؟ هذا السؤال اللي لازم نبحث عن جوابه. بعدها نجي لشيء اسمه الضوء الاسود، مو اشعة فوق البنفسجية اللي نعرفها، هذا ضوء معاكس يكشف ابعاد خفية. تذكرون مرات تشوفون ظل انسان ماكو احد يمه؟ هذا من تأثير الضوء الاسود، يكشف الكائنات الموجودة بابعاد ثانية بس ما نشوفها بالعين المجردة. بس هذا العلم خطير جدا ويتطلب تفعيل مجال الميركابا، وهذا الشيء يغير رؤيتك للعالم بشكل جذري. هنا راح نحس اكو قوة خفية تحرك كل شيء. راح نعرف بعلم الاثير، هذا النسيج اللي يملأ الفضاء واللي العلم السطحي شوه واخفى. هذا هو مصدر الطاقة الحقيقي لتسلا، طاقة الاورجون. هاي الطاقة اللي تقدر تفتت السحب وتصنع اجهزة طاقة حرة. يعني علم كان موجود وقدروا يختموه. وبعد الاغرب من هذا كله طاقة الظل، هذا بنعم المادة المظلمة. بس هذا واعي، قوة الفراغ. اكو ناس تقول ممكن تستخدم هاي الطاقة بشي يسموه ماجيك الفوضى، بس هنا لازم نوقف ونحذر. هذا الشيء ممكن يضر البشرية اذا استخدم غلط. واخيرا كل هاي العلوم يا جماعة الخير تقودنا للسر الاخير اللي يغير كل تصوراتنا، التاريخ الصحيح. كل اللي درسناه عن تاريخ البشرية، عن عمر الارض، عن بداية الحضارات، كله كذب. البشرية اقدم بكثير من 6000 سنة. العمالقة واتلانتس وهايبروبوريا كلها حقيقية مو مجرد اساطير.
خطير. سر اخفاء هاي العلوم هو اخفاء تاريخنا الحقيقي، اخفاء قدراتنا الحقيقية حتى نبقى مسيطر علينا. اليوم بعد كل هذا اللي عرفته لازم تشكون بكل رواية رسمية، لازم تباعون للعالم بنظرة مختلفة، نظرة عميقة، نظرة تدور عن الحقيقة، مو بس تقبل اللي ينطوك اياه. فهسه يا حبايب السؤال إلكم، بعد ما عرفتوا هاي الاسرار شنو راح تسوون؟ راح تستمرون تتقبلون الروايات الرسمية مثل ما هي، لو راح تبدون تدورون عن الحقيقة بنفسكم؟ اتذكروا المعرفة قوة، وهاي القوة لازم تكون بإيدكم. شاركوني آراءكم بالتعليقات، او شنو اكثر سر صدمكم وهمك وقصة ببالكم تريدون اتطرق لها؟ اني ما يوتيوب، ولهنا تكون نهاية قصتنا. لا تنسون اللايك والاشتراك حتى نكمل رحلتنا بكشف الاسرار سوا، ونشوفكم بالقصة الجاية بخير وسلامة.